يا مساء الفل يا حلوين. النهاردة الفيديو بيتكلم عن التيك توكر الألماني نويل روبنسون. الولد ده ألماني وعسول خالص، اللي هو يبقى مغطي شعره بالزعبوط ده وفجأة يشيل الزعبوط تلاقي الشعر ده يطلع. طبعا هو كان ليه فرقة من ضمنها واحد اسمه إسحاق، كانوا بيطلعوا على التيك توك والانستجرام. هو طبعا الولد جه مصر. عايزه اقول لكم ان هو كان يعني ما سابش حته في مصر لما راحها، وبص الناس كلها بتحبه و... وتصور مع تامر حسني. وهو يعني بص صورة تامر حسني هما الاتنين مع بعض، وراح حضر مع منى الشاذلي حلقة، وراح كل عند الكبابجي، وراح أسوان رقص مع الولد التيك توكر المشهور ويكا. بص يعني عامل حالة جميلة جدا يعني من النجاح، وتحس ان هو بيحب مصر بجد. يعني انا حسيت ان الراجل حب مصر، حب الناس. رقص مع الولاد الصغيرين، راح الاهرامات. بصوا كل ما نفتح التليفون نلاقي نويل راح حتة، راح الاهرامات، راح خان الخليلي، راح اسوان، راح يرقص مش عارف فين، عمل بكار، لبس بكار، لبس بكار، هنا بيرقص مع الولاد الأسوانيين. فتحسوا كده ان ولد متفاعل كده، وبدأ يتكلم مصري هرى الرقص على سطلانة. طول ما هو ماشي بيرقص على سطلانة، فتحس ان في حب كده في عينه كده لمصر. ربنا يحمي مصر دايما ويجعلها كده دايما محبوبة، محدش أجنبي دخل مصر وقعد فيها إلا وحبها. ربنا يعني يحبب الناس في تراب مصر، امين يا رب دايما، ويجعلها كده محروسة دايما يا رب العالمين. وهنا في المتحف الجديد. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.